طفل سارح في الشوارع مش لاقي حضن يضمه، ابوه في دار ايتام رماه بعد ما ماتت امه. الحزن اللي جواه خلاه كاره الناس، كاره الحياة معاه. اطفال كتير في سنه حالهم نفس حاله، بالنسبة له هم اهله هم اخواته. بنشوف اطفال كتير زيه كل يوم في الشوارع. تخيل المأساة، تخيل المواجع لما طفل 7 سنين يعتدى عليه جنسيا، والخوف اللي ماليه وانهياره نفسيا، فيقرر انه يهرب من دار الايتام. بس الكوابيس تطارده كل ليلة في المنام، مفيش مكان اواه غير الرصيف تحت كوبري في عز الشتاء او في حر الصيف. وتكون هي دي بداية النهاية، نهاية البراءة بداية الحكاية. ايوه في ناس كتير عايشين حوالينا من غير ضمير، كل حاجة بالنسبة لهم بتدور حوالين رغباتهم، مش مهم التمن ايه مادام بتلبي احتياجاتهم. مصلحتهم اهم بكتير من اي حد، مش مهم المصير. المناظر دي بتجيب لي اكتئاب، طلقتين من الطبنجة وتبقى اخر صفحة في الكتاب. مفيش اي هدف للحياة بالنسبة له، عايش يوم بيوم بس المشكلة في دماغه. رغبته في الانتقام من مجتمع قاسي بيعاني منه كل يوم وياما شاف مقاسي. كاره كل حاجة وحاقد على كل شيء، ابسط حقوق مسلوبة ما حلتوش اي شيء. ازاي نلوم عليه لوحده واحنا جزء من المعضلة؟ قاعدين في بيوتنا مكبرين مش حاسين بالمشكلة. كل شيء عنده مباح ما تعلمش الا كده، السرقة والسفاح استباح الاعراض نتيجة طبيعية لتلبية الاغراض المخلوطة بالامراض النفسية المستعصية. عنده 16 سنة وجاهز للانفجار، فلوس العالم كله مش هتغير المسار. مصير محتوم، يا قاتل يا يكون هو المقتول. ايوه في ناس كتير عايشين حوالينا من غير ضمير، كل حاجة بالنسبة لهم بتدور حوالين رغباتهم، مش مهم التمن ايه مادام بتلبي احتياجاتهم. مصلحتهم اهم بكتير من اي حد، مش مهم المصير. المناظر دي بتجيب لي اكتئاب، طلقتين من الطبنجة وتبقى اخر صفحة في الكتاب.